بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لتاني مرة على التوالي بن شرقي ينقذ رقبة كولر. بن شرقي دلوقتي هو اللي قاعد على برج الجزيرة، فوق برج الجزيرة، خلاص ما بقاش لا زيد ولا عبيد. بن شرقي دلوقتي لتاني ماتش هو اللي بيقول ان انا صفقة رابحة، وبيرد على مجلس إدارة الزمالك، وكان عنده حق لما جه لعب للنادي الاهلي. لعيب كبير، لعيب محترم، لعيب فرق سما وارض الشوط الثاني من اول ما رجليه نزلت الملعب. هو ده بقى اللعيب التقيل اللي احنا دايما نقول عليه ايه، اللي لا بيخاف ولا يقول لي انسجام، ولا يقول لي لسه ما اتأقلمش، ولا يقول لي اصل بيلعب في مكان غير مكانه، اصل بيلعب راس حربة، لا ده بيلعب تحت الراس حربة، لا ده بيلعب ناحية الليفت. كل الحجج دي الراجل نزل بشخصيته، مسك كورة يلاعب الفرقة، يعدي، يعمل بالعرض، الخطورة كلها من ساعة لما نزل. الشوط الاولاني النادي الاهلي بيشحت كورة، توهان، وكل واحد بيلعب على مزاجه، واحد بيلعب اللي في دماغه وخلاص. انما من ساعة لما بن شرقي نزل اتغيرت كل المفاهيم، الخطورة بقت إيجابية. النادي الأهلي حابس فرقة حرس الحدود اللي احنا النهاردة بنحييها هي ومدربها على ان لعيب واحد بس بكل لاعيبة الحرس، بميزانية نادي الحرس كله، لعيب واحد في النادي الأهلي. ولكن بنقول شابوه للكابتن محمد يوسف وفرقة الحرس النهاردة على الأداء اللي عملوه، وكانوا أخطر، وكان في فرصة لمحمود ممدوح لو دخلت كانت غيرت مجرى المباراة كلها، اللي هو رقص فيها وحطها جت من فوق العرض. فعشان كده احنا بنقول ايه، اللعيب تقيل، اللعيب اللي عنده شخصية بيفرض نفسه على اي حد، على الفرقة، على المدرب، على اللعيبة اللي هو بيلعب معاها، اللعيبة اللي قصاده. كل الكلام دوت بيجسده وبينفذه اشرف بن شرقي. يعني انا بقول لك اشرف بن شرقي النهارده والماتش اللي فات انقذ رقبة كولر. هنرجع للمباراة. شوط اولاني عقيم، شوط اولاني ما فيهوش الا بس الكرة بتاعت جراديشار اللي هو حطها بدماغه وجت في العارضة. بعد كده ما شفناش لعب سلبي ولعب روتيني ولعب عشوائي، وما فيش اي لا خطط ولا قطط ولا اي حاجة من الحاجات دي. عشان لما كنا دايما نقول ايه، كولر يمشي يطلعوا يقول لك ده بيجيب بطولات، ده عامل انجازات، ده كولر دوت الوحيد اللي هو زي ما كانوا بقى المطبلطيه اللي هم يطلعوا يقول لك ايه، الجواهرجي. دلوقتي كله قلب عليه. طب ما احنا قلنا الكلام ده من البدايه. هو انتوا بتفهموا بعد 10 سنين؟ يعني انتوا بقالكم 3 مواسم لسه الفتره اللي فاتت دي فاهمين كولر وامكانيات كولر وكل كولر وتشكيل كولر وفلسفه كولر؟ ده راجل مع كل الاحترام ابيض والله العظيم، يعني ما شاء الله. كنا بنقول كده يطلعوا بقى المطبلاتيه، ايه ده بيقطع في كولر، ده بيقطع. ده انتوا اللي بتقطعوا فيه دلوقتي وعايزين تمشوه. وانا بصراحه انا عايزه يوصل كاس عالم بجد. انا ده راجل بيحقق انجازات، سيبه بقى، ادوا فرصته كامله. الراجل خد دوري السنه دي، السنه اللي فاتت والسنه اللي قبليها، ادوا فرصه بقى. حتى لو الدوري ضاع مش مشكله، اهم حاجه كاس العالم، اللي هو يروح يجيب لكم كاس العالم وهيرجع. اللي فيه اعلاميين عمالين مديين ايحاء لجماهير الاهلي ان هياخدوا كاس العالم. انت لايص النهارده قدام الحرس، لولا بن شرقي انت النهارده تخسر. واخد بالك؟ دي حاجه. تاني حاجه، كل اللي يتكلم يقول لك اصل كاس العالم، اصل كاس العالم، كاس العالم. يا عم خليك الاول في البطولات دي، ده لسه كاس العالم في شهر 6. لما ربنا يدينا العمر ونعيش يبقى في شهر 6 نبقى نفكر في كاس العالم. انت لسه عندك الدوري،
وعندك بطولة دوري الأبطال، وعندك كاس عالم للأندية، وعندك بعد كده كاس العالم. لا، كاس عالم للأندية ايه؟ عندك كاس العالم قصدي، يعني انت بعد الدوري السنة دي وبطولة أفريقيا عندك كاس العالم للأندية. يعني تالت حاجة كاس العالم للأندية، لأنك انت أصلا مش في كاس مصر. يعني انت خرجت وانسحبت السنة اللي فاتت، فانت السنة دي مش في كاس. انت عندك بطولتين مهمين جدا قبل كاس العالم للأندية، عندك الدوري ثم دوري أبطال أفريقيا، وبعد كده بقى هتروح كاس عالم الأندية. واخد لي بالك؟ فالمطبلاتية يطلعوا يقول لك ايه؟ لا الأهلي ده انا شفت يعني لقطة كده، برنامج رياضي، المذيع بيقول ولا مقدم البرنامج بيقول للراجل الضيف، بيقول له بعد الصفقات بتاعت النادي الاهلي دي، قال له خلاص النادي الاهلي ياخد كاس العالم. قال له ايه؟ قال له ياخد كاس العالم للانديه. قال له يعني مش عايز صفقات تانية؟ قال له لا 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 لا، اذا كنت انت قدام باتشوكا وخرجتك اللي هي مستوى ضعيف، لما هتلاعب ميامي بقى وبنفيكا بقى والفرقه الثالثه دي هتعمل ايه؟ مدارس مختلفة. فهم عمالين يضحكوا على الناس وعمالين يدوا للجماهير، زي بالظبط الماتش اللي فات يقول لك ايه؟ واكبر اعلاميين يقول لك لا احنا زعلانين ان الاهلي خسر 3 بونت او 2 بونت. يا عم انت بتشحت كورة، انت رحت طول ال 90 دقيقة بكورتين، واحدة عواد طلعها وجت في العارضة، والتانية اللي جبتها جول. اديني سبب ان انت تكسب، عشان ما تفضلوش تضحكوا على جماهيركم وتطلعوا لا واحنا زعلانين، لا والاهلي ضيع فوز من ايده سهل، لا والاهلي ما اعرفش ايه. ده الزمالك لو فيه 5 دقايق كان كسبك، بس انتوا عمالين تفخموا وعايزين تداروا. والله العظيم انا مكسوف لكم، والله العظيم انا مكسوف لكم سلف. ما فيش حد عمل تدعيمات في يناير غير النادي الاهلي، جايب لعيبه تخش في مليار، تريزيجيه واشرف بن شرقي ومصطفى العش، وعندك احمد رضا. مفيش فرقه عملت كده زيك، وتيجي قدام فرقه في الانعاش اللي هو نادي الزمالك عنده مشاكل بالكوم، وقف قيد، مشاكل في الاداره، مشاكل في الفرقه، في مدير الكوره، اللعيبه، ويبانوا بالشكل ده ويحرجوك، ولو في 5 دقايق تاني كانوا يكسبوك. ده غير الحمامتين اللي طاروا، يعني في حمامتين طايرين ما نعرفش، يعني ما لهمش صعب. وبعدين على فكره، وانا بقول لك وعلى مسؤوليتي، ما كانش فيه فار الماتش اللي فات، ما كانش فيه فار ماتش الاهلي والزمالك. وارجع لان لو في فار اقل حاجه في حمامه من الاثنين كان اقول له تعالى شوف الكوره. المهم، فبطلوا تضحكوا على جماهير الاهلي. جماهير الاهلي مش ناقصه، وصلتوا الطموح عندهم ان هم هيروحوا يجيبوا كاس عالم. النهارده لايص، النهارده كولر لايص، لولا اشرف بن شرقي والله العظيم ممكن تخسر، وتخسر. هو اللي نقلك، هو اللي خلاك الشوط الثاني كله في ال 18 بتاع الحرس. وبعدين من يوم الماتش اللي فات والماتش ده، اين امام عاشور؟ مع كل الاحترام بقى، من يوم ما جه اشرف بن شرقي وانت تحس كده امام ضرب غطس، اللي كان شايل الاهلي قبل ماتش الزمالك اللي فات. فاشرف بن شرقي ياخد اللقطه من اي حد بامكانياته وبمهاراته وبقوته وبشخصيته الفنيه في الملعب. النهارده تحس ان هو بقاله مثلا 5 سنين بيلعب مع فرقه الاهلي، اما بينزل وياخد الكره ويستلم ويلعبها لده وده. يا جدعان، ده الجون اللي جه هو اللي بادئها، وهو اللي عملها ناحيه عمر من نص الملعب وكمل، وتتعمل له ياخدها بصدره ويحط وش رجله في الارض في البعيده. ايه ده يا جدعان؟ ايه ده يا جدعان؟ النهارده امام عاشور جات له 3 كور كلها في السماء، بيصاد بيها حمام وعصافير، مفيش واحده بين ال3 خشبات. امام من ساعه لما جه بن شرقي هو مش مركز، لان هو نزل من على فوق برج الجزيره وطلع دلوقتي بن شرقي. اسال كده اي حد من جماهير الاهلي يقول لك لا 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 بن شرقي، لا لا، فعلا عنده حق. بن شرقي الماتشين اللي فاتوا دولت اول هام
تقل فرقه النادي الاهلي قوي. تاني هام ان هو انقذ رقم، لا اول سبب انقذ كولر من المشي ومن الاقاله. انقذه بحق وحقيقي بجد. ماتش الزمالك اللي فات والنهارده ماتش الحرس. النهارده لو حاجه حصلت كان النهارده الدنيا اجت عليه وكان هيمشي. خلاص جماهير الاهلي مش طايقاه. يا جدعان مش هو ده بتاع الانجازات؟ اهدوا شويه، اهدوا، لسه الدوري طويل، اهدوا، لسه في دور تاني. ولكن احنا سابقين الناس دي بسنين ضوئيه زي ما بنقول. كل لما نتكلم كانوا يطلعوا يهاجمونا، وده يقول لك ده بيقطع في كولر. لا 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 لا، كولر اللي جايب بطولات. طب ما هو يا جدعان جايب بطولات، سيبوه يقعد بقى. عامل انجازات، سيبوه يقعد. والنبي وحياه النبي يا كابتن محمود خليه يكمل كاس العالم عشان يجيب كاس العالم لجماهير النادي الاهلي. على العموم النهارده مجمل المباراه كله اشرف بن شرقي نجم المباراه، وخد راجل المباراه وهو يستاهلها ويستحقها. اشرف بن شرقي النهارده بيندم مجلس اداره نادي الزمالك ان هم راحوا جابوا 2 لعيبه، جابوا 10 لعيبه ولا واحد هيقدر يعوض نص امكانيات بن شرقي. جابوا مشلاك على عمر فرج على ما اعرفش يعني، على ما تفرج يعني. فالنهارده بيدي رسائل ان اللعيب التقيل تقيل، اللعيب القوي ولعيب موهوب بيقدر يفرض سيطرته على المدرب واللعيبه والجماهير والفرق كلها اللي هو بيلعب ضدها. فانا النهارده بحيي اشرف بن شرقي وبقول له انت النهارده 5 بونت اللي 4 بونت قصدي الماتش اللي فات و3 بونت النهارده ب4 بونت، انت السبب فيهم. انت السبب في استمراريه كولر لقياده النادي الاهلي الفتره اللي جايه. الا اذا بقى لا قدر الله انت مثلا حصل حاجه اصابه، ما اتمسكت في الماتشات اللي جايه وما عملتش حاجه، يبقى عليه العوض على كولر. بس والنبي ما تمشوه، وحياه النبي يا كابتن محمود ما تمشوش، خليه يكمل انجازات. هو خد بطوله افريقيا ماشي، خد السوبر ماشي، خد الدوري ماشي، خد الكاس ماشي، والنبي عايزينه يجيب كاس العالم والنبي يا كابتن محمود. مبروك للنادي الاهلي وجماهيره، وان شاء الله باذن الله اشوفكم بكره بعد مباراه الزمالك.